فيلمنا النهارده بيبدأ بشخص غريب وهو بيصنع دمية من القماش، وبيبدأ الشخص ده يتكلم ويحكي قصته من البداية، وبيقول إن بعد ما العالم اهتم بالتكنولوجيا بدأوا إنهم يطوروا في الروبوتات علشان يستخدموها في تسهيل حياتهم، ولكن بعدها كل حاجة بتتغير وبتبدأ الروبوتات تعتمد على نفسها، وده كان السبب في بداية حرب مهولة بين البشر والروبوتات. وفي الوقت ده ظهرت نماذج جديدة من صنع البشر، وده علشان تستمر الحياة على كوكب الأرض، ولكن للأسف بتكون هي دي البداية لنهاية العالم. وبيكمل بعدها الشخص ده كلامه وبيقول إن هو المخترع اللي ساهم في ظهور الروبوتات دي، وإنه كمان هو اللي صنع النماذج الجديدة علشان يكونوا هم السكان المستقبليين للكوكب، وإنه بكده بيحاول يصلح كل اللي هو عمله زمان. وفعلا بيخلص المخترع النموذج الجديد وبيسميه 9، وده لأن الأسماء الجديدة هتكون عبارة عن أرقام مش حروف. ولما بينتهي المخترع من صنع 9 بيحطه على جهاز الطاقة علشان يبدأ يشحنه، وبعد فترة طويلة بنشوف 9 وهو بيقع من على جهاز الطاقة، واللي بيبان عليه إنه مش فاهم هو مين وبيتكون من إيه. وبيفضل 9 يتفحص جسمه وأطرافه باستغراب، ولما بيشوف جهاز الطاقة بياخده بيحاول يفهم هو بيتكون من إيه. وبيبدأ 9 يدور في المكان الغريب اللي هو فيه عن أي حاجة تفهمه، ولكنه بعدها بيتفاجئ بوجود شخص ميت وواقع على الأرض. ولما بيشوف 9 الأوراق اللي حواليه بيفهم إن هو ده الشخص اللي اخترعه. ولما بيجي بعدها يبص من الشباك بيتصدم لما بيشوف المدينة كلها وهي متدمرة، وبيفهم إنه عايش في نهاية العالم. وفجأة بيشوف 9 مجموعة من النماذج اللي شبهه وهم ماشيين في الشارع، ولما بيحاول 9 إنه ينادي عليهم علشان ياخدوه معاهم بيتفاجئ إن صوته ما بيطلعش، فبيقرر إنه ينزل يلحقهم بنفسه. وفعلا بيجري 9 وبياخد جهاز الطاقة معاه وبينزل بسرعة علشان يلحقهم، ولكنه لما بيوصل للمكان اللي كانوا موجودين فيه ما بيلاقيهمش، وبيفضل 9 يدور عليهم وسط الدمار. وفجأة بيحس 9 بحركة غريبة في المكان وإن في حد بيقرب منه، ولما بيشوف ضوء غريب جاي ناحيته بيجري 9 بسرعة علشان يستخبى، وبياخد مسمار من على الأرض وبيستعد علشان يهاجمه. وأول ما بيظهر الشخص ده بيضربه 9 وبيوقعه على الأرض، وساعتها بيتفاجئ 9 لما بيلاقيه نموذج شبهه بالظبط، وبيبدأ النموذج ده يتكلم مع 9 وبيعرفه بنفسه وبيقوله إن اسمه 2، وبيحاول يفهمه إنه صديق مش عدو، فبيساعده 9 وبيقومه من على الأرض. ووقتها بيفضل 2 يتفحصه وبيقوله إن المعدن اللي هو مصنوع منه خامته كويسة جدا. وفي الوقت ده بيتفاجئ 2 إن 9 مش عارف يتكلم، وبيفهم إن عنده مشكلة في جهاز الصوت بتاعه، فبيفتح 2 جسم 9 وبيحاول يشوف حل لمشكلته، وبيروح يجيب له قطعة غيار معدنية صغيرة وبيركبها له. وبالفعل بيبدأ 9 يتكلم وبيكون فرحان جدا إن صوته رجع يشتغل من تاني. ولما بيشوف 2 جهاز الطاقة اللي موجود مع 9 بيستغرب جدا من شكله، وفجأة بيسمعوا هما الاتنين صوت غريب بيقرب منهم، فبيجري 9 بسرعة وبيروح يستخبى في صندوق متهالك. أما 2 فبيمسك السلاح بتاعه وبيستعد علشان يحارب الشخص اللي بيقرب منهم. وفجأة بيظهر وحش عملاق من ورا 2، واللي بيكون عبارة عن روبوت شكله غريب ومرعب جدا، واللي بيبدأ يهاجم 2 بكل عنف وبيضربه وبيوقعه بعيد. وبيرجع بعدها الوحش يمسكه من تاني وبيكون عايز يخلص عليه، ولكن 2 ما بيستسلمش وبيبدأ يحاربه بكل قوته، فبيهاجمه الوحش وبيضربه وبيوقعه على الأرض من تاني. وساعتها بيقع جهاز الطاقة من 2، فبياخده الوحش وبيفضل يتفحصه باستغراب. وفجأة بيسمع الوحش صوت 9 خارج من الصندوق، وبيروح يشوف ايه اللي موجود جواه، فبيستخبى 9 بسرعة علشان الوحش ما يشوفهوش، وبيفضل الوحش يدور في الصندوق علشان يطلع اللي موجود جواه. وساعتها بينادي 2 على الوحش علشان يشتت انتباهه عن 9، وفعلا بيقرب الوحش من 2 وبياخده معاه، وبيرجع تاني للصندوق وبيفضل يفتش فيه، واللي لما بيلاقيه فاضي بيخبطه وبيرميه بعيد. ومن الناحية التانية بنشوف 9 اللي بيكون قدر انه يهرب من الصندوق وبيستخبى في مكان تاني. وفي الوقت ده بيتراجع الوحش وبياخد 2 ومعاه جهاز الطاقة وبيمشي، وبالرغم من الرعب اللي بيكون 9 فيه إلا انه بيقرر يكمل طريقه. وفي الوقت ده بنكتشف ان في حد كان بيراقب المكان كله، وبيشوف 9 وهو ماشي لوحده وبيبان عليه انه مرهق جدا. وفجأة بيقع 9 على الأرض وبيفقد الوعي، وبعد فترة بيفوق 9 وبيتخض لما بيلاقي نموذج غريب واقف قدامه، وبيكون 9 فاكر انه بيحاول يموته، وبيقوم بسرعة وبيضرب النموذج ده ويبعده عنه، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه مش قادر يتحرك وبيقع بسرعة على الأرض. وساعتها بيطمنوا النموذج ده وبيقوله انه خلاص عالجه، وانه دلوقتي هيقدر يحرك دراعه بشكل طبيعي. وبيبدأ النموذج ده يعرفه بنفسه وبيقوله انه اسمه 5، وان صديقه 2 لو كان هنا كان هيعالجه افضل منه، ولكنه مش عارف هو اختفى فين. فبيرد عليه 9 وبيقوله ان 2 كان موجود معاه من شوية، فبيفرح 5 جدا وبيسأله عن مكانه. ولكن فجأة بيدخل عليهم قائد النماذج واللي بيكون شكله عنيف جدا، وبيبدأ القائد يزعق ل5 وبيسأله عن النموذج الجديد ده، فبيقول له 5 ان هو لقاه واقع على الطريق. فبيتضايق القائد جدا وبيبدأ يتخانق مع 5، وبيقول له ان هو حذره اكتر من مرة من انه يخرج للشارع، ولكنه في كل مرة ما بيسمعش كلامه، وانه في يوم هيعمل مشكلة وهيجيب لهم الوحش لحد
عندهم، ووقتها هيكتشف المخبأ بتاعهم وهيدمرهم كلهم. فبيقطعهم 9 وبيقول لهم ان الوحش ده هو اللي خطف 2 ولكنه كان لسه عايش وما ماتش، وانهم ممكن يلحقوه قبل ما يأذيه. ولكن وقتها بيقطعوا القائد وبيقول له ان طالما الوحش اخده فهو يعتبر ميت بالنسبه لهم، وانهم مش هيروحوا ينقذوه ولا هيسمحوا لاي حد يطلع من هنا. وفجأة بيدخل عليهم نموذج شبههم ولكنه بيكون اضخم بكتير، واللي بنعرف ان اسمه 8، وبيبان عليه ان شكله مرعب ومخيف جدا. وبنفهم ان 8 هو مساعد القائد والمسؤول عن تنفيذ القوانين. وساعتها بيقول القائد ل 8 ان الضيف الجديد محتاج يتعرف على قوانين المكان، فبيترعب 9 جدا من طريقة 8. وساعتها بياخدهم القائد كلهم علشان يعرفهم على قوانين المكان. وفي الطريق بيستغرب 9 جدا من شكل المكان اللي بيكون عبارة عن مخبأ ضخم جدا. وفي الوقت ده بيروح 5 وبيسأل 9 إذا كان متأكد إن 2 لسه عايش، وقبل ما 9 يرد عليه بيمنعهم 8 من الكلام مع بعض. وفعلا بيفضلوا كلهم ماشيين وبيركبوا الأسانسير لحد ما بيوصلوا للدور الأخير، وهناك بيبدأ القائد يحكي لهم حكايتهم من البداية، وبيقول لهم إن هم أول ما اتصنعوا لقوا نفسهم في عالم غريب وحواليهم الحرب والدمار في كل مكان، وإن الحرب دي كانت بين البشر والروبوتات، وإن الحرب دي استمرت لفترة طويلة باستخدام الأسلحة المميتة. ولما فهم القائد إن الحرب دي هتكون سبب في نهاية العالم بدأ إنه يحمي كل النماذج علشان ما يموتوش كلهم. وفعلا بيستخبى القائد هو وكل النماذج تحت خوذة كبيرة، ولكن للأسف اتصاب 5 وخسر واحد من عيونه. وبيكمل القائد وبيقول إنه قاد كل النماذج لحد ما وصلوا للمخبأ اللي هم فيه حاليا، وإن الحرب بعدها انتهت وما تفضلش منها غير الوحش اللي بيطاردهم لحد دلوقتي. فبيعرفهم إن الوحش ده بيهاجم أي نموذج يشوفه. فبيسألوا 9 عن تكوين الوحش وإنه ليه بيهاجمهم، ولكن وقتها بيقولوا القائد إن الأسئلة دي ملهاش لازمة وإنهم لازم يستخبوا منه وخلاص، وده لأنهم فقدوا نماذج كتير جدا منهم، وإنهم لازم يحترسوا ويخلوا بالهم من نفسهم. وبيروح القائد وبيرسم علامة على 2، وده لأنه بقى من ضمن المفقودين. فبيتضايق 9 وبيقول له إن 2 لسه عايش وإنهم ممكن ينقذوه. فبيتعصب القائد وبيزعق له وبيقول له إن 2 هو اللي اختار مصيره وخرج للشارع، وإنهم مش هينقذوه لأنه لازم يتحمل تمن غلطته. وبيطلب القائد من 5 إنه يروح يكمل شغله على برج المراقبة، وإنه كمان ياخد 9 علشان يشتغل معاه. وفي الوقت ده بنشوف نموذج جديد اسمه 6، واللي بيكون قاعد في ركن لوحده وبيفضل يرسم رسومات غريبة ومش مفهومة، وبيضم الرسمة الجديدة لمجموعة الرسومات بتاعته بيعلقها على الحيط اللي بتكون مليانة هي كمان برسومات مشابهة. وبنروح بعدها ل5 و9 بعد ما بيطلعوا على برج المراقبة، وهناك بيقول 5 ل9 إن جهاز المراقبة ده كان 2 هو مخترعه قبل ما يختفي. فبيقولوا 9 إنهم لازم يحاولوا يلحقوه علشان ينقذوه قبل ما يتأذي، ولكن 5 بيرد عليه وبيقول له إنهم مش هيعرفوا ينقذوه، وده لأنهم أصلا ما يعرفوش مكانه. ولما بيبص 9 من جهاز المراقبة بيشوف المكان اللي كان الوحش ماشي في اتجاهه، وبيصرخ 9 وبيقول ل5 إن أكيد الوحش أخد طول المكان ده. فبيخاف 5 وبيقول له إنهم مستحيل يقربوا منه. وساعتها بيفضل 9 يشجع 5 وبيقول له إنهم لازم يروحوا ينقذوا صديقهم وما يسمعوش كلام القائد ده، وإن 2 لو كان مكانهم أكيد كان هيجي يساعدهم. وساعتها بيبان على 5 إنه مرعوب جدا، وبيقول له إنهم ما ينفعش يخالفوا أوامر القائد. فبيفقد 9 الأمل في إن 5 يجي معاه، وبيفهم إن مفيش فايدة من الكلام وبيسيبه وبيمشي. ولكن وقتها بيحس 5 بالذنب وبيوقفه على آخر لحظة، وبيروح يديله خريطة وبيقول له إنهم هيحتاجوها في طريقهم علشان ينفذوا المهمة دي. وفعلا بينطلقوا هما الاتنين علشان يروحوا ينقذوا 2، وبيفضلوا هما الاتنين ماشيين لحد ما بيلاقوا الأدوات اللي وقعت من 2 أثناء ما الوحش خطفه. وساعتها بيقول 5 ل9 إنه مستغرب جدا من السبب اللي خلى 2 يخرج في الوقت ده لوحده. وبيكملوا 5 و9 طريقهم ناحية المبنى اللي الوحش موجود فيه، وبيكون 5 ماشي على الطريق اللي مرسوم في الخريطة، ولكن فجأة بتقوم رياح قوية وبتطير الخريطة لبعيد. فبيحاول 5 إنه يلحق الخريطة ولكنه ما بيقدرش وبيقع في حفرة عميقة. وساعتها بيروح له 9 بسرعة وبيحاول يلحقه، وفعلا بيقدر 9 إنه ينقذه وبيخرجه منها. وللأسف بتكون الخريطة طارت لبعيد وما بيكونوش هما الاتنين عارفين هيمشوا ازاي. وفجأة بتشتد الريح وبتتكون حواليهم عاصفة ترابية قوية. فبيقول 5 ل9 إنهم لازم يرجعوا بسرعة على المخبأ، ولكنهم برضو ما بيكونوش قادرين يرجعوا. ووقتها بيشوفوا قدامهم كهف غريب، فبيقرروا إنهم يدخلوا يستخبوا جواه. ولما بيجي 5 يدخل الكهف بيلاقيه مكان مرعب جدا، وكمان بيلاحظ وجود آثار للوحش على الأرض، وده بيكون معناه إن 2 هو كمان موجود جوه الكهف. فبيدور 9 حواليه لحد ما بيلاقي لمبة عربية قديمة، فبياخدها 5 منه بيوصلها ببطارية من معاه، وفعلا بتنور اللمبة. وبياخدها 9 وبيركبها على مسمار علشان يقدروا يشيلوها بسهولة، وبياخدوها هما الاتنين وبيدخلوا جوه الكهف. وأثناء طريقهم بيقول 5 ل9 إنه في شبه كبير من 2، وده لأنه هو كمان جريء ومش بيخاف من حاجة. ومن ناحية تانية بنشوف الخريطة اللي طارت من 2، وبيظهر فجأة شخص غريب وبياخدها. وبنرجع تاني ل5 و9 اللي بيكتشفوا إن الكهف ده عبارة عن مدخل لمصنع قديم،
وفجأة بيسمعوا هما الاتنين صوت قريب منهم، فبيطفوا النور وبيكملوا طريقهم جوه الكهف لحد ما بيشوفوا القفص اللي تو محبوس فيه. فبيطلع 5 بسرعة علشان يشوف صديقه تو اللي بيكون فاقد الوعي، واللي أول ما بيفوق وبيشوف 5 بيقوله إنه كان عارف إن هو هيجي ينقذه. فبيفرح 5 جدا إن تو لسه عايش. وفي الوقت ده بيبدأ تو يحذرهم وبيقول لهم إن الوحش قريب جدا منهم، وفعلا بيشوفوا الوحش وهو واقف قدام آلة ضخمة، واللي بيكون ماسك في إيده جهاز الطاقة اللي كان مع 9. وللأسف بياخد الوحش باله من وجودهم وبيجري عليهم. فبيجروا 5 و9 وبيحاولوا يستخبوا منه بسرعة، ولكن للأسف بيقدر الوحش إنه يوصل لهم وبيضربهم وبيطيرهم بعيد. فبيجروا كلهم وبيحاولوا يستخبوا منه، ولكنه للأسف بيكتشف مكانهم وبيهجم عليهم. وقبل ما يموتهم بيجي فجأة شخص غريب وبيهاجم الوحش بكل بشاعة، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه. وساعتها بيتفاجئوا كلهم وبيفرحوا لما بيكتشفوا إن الشخص ده هي صديقتهم القديمة اللي اسمها 7، واللي بنعرف إنها كانت تايهة من زمان. فبيجروا كلهم عليها وبيقولوا لها إنهم فرحانين جدا برجوعها. وفي الوقت ده بيكون 9 واقف على جنب، واللي بمجرد ما بيلاقي جهاز الطاقة بياخده وبيركبه في الآلة اللي كان الوحش واقف قدامها. وفجأة بينور الجهاز وبيشغل الآلة. فبيجري تو بسرعة على 9 علشان يلحقه، وبيقول له إنه ما ينفعش يلمس حاجة لأنهم مش عارفين لسه إيه الجهاز ده. ولكن فجأة بتشتغل الآلة وبتخرج شرار قوي. فبيجري تو وبيبعد 9 بسرعة من قدام الآلة اللي بتمسكه وبتسحب منه كل الطاقة اللي كانت فيه، وبيقع تو على الأرض وبيموت. فبيحزنوا كلهم جدا على موت تو. وساعتها بتتحرك الآلة وبيظهر إنها ضخمة جدا، فبيخافوا كلهم وبيحاولوا إنهم يهربوا منها. ولكن وقتها بتقدر الآلة تعمل مسح للمنطقة وبتحدد أماكنهم وبتطاردهم. فبيستخبوا كلهم منها بسرعة لحد ما بتوصل 7 لممر الخروج وبتدلهم عليه. وفعلا بيقدروا كلهم يخرجوا من المكان. وفي الطريق بيفضل 5 يعاتب 9 على اللي هو عمله، وده لأنه هو السبب في تشغيل الآلة اللي قتلت تو. فبيفضل 9 يعتذر له على اللي هو عمله، وبيقول لهم إنه ما كانش يعرف إن كل ده هيحصل. ولكن فجأة بيقطع كلامهم صوت عالي ودخان خارج من المصنع اللي كانوا موجودين فيه. فبيسألهم 9 إذا كان حد فاهم إيه هي الآلة دي. فبتقول له 7 إنها ما تعرفش، ولكنها عارفة المكان اللي هيلاقوا فيه إجابة لسؤاله. ومن ناحية تانية بنشوف الآلة وهي بتصلح نفسها، وكمان بتصلح آلات جديدة وأسلحة مخيفة. وبنروح بعدها ل7 اللي بتاخد باقي النماذج لمكتبة قديمة، وهناك بيلاقوا قدامهم كتاب ضخم جدا واللي بيكون موجود فيه معلومات كتيرة عن العالم. وفي الوقت ده بيظهروا نموذجين اسمهم التوأم العلمي، واللي بنعرف إنهم مستخبيين هنا من وقت نهاية الحرب. وبنعرف كمان إنهم طول الوقت ده كانوا بيجمعوا معلومات عن كل حاجة بتحصل، وده علشان يحفظوها في الأرشيف بتاعهم. وبكده هيكون عندهم إجابة لكل الأسئلة اللي عاوزين يعرفوها عن الآلة الضخمة اللي هم شغلوها من شوية. وفعلا بيبدأوا التوأم العلمي يدوروا في الأرشيف لحد ما بيلاقوا صورة للآلة، وبعدها بيروحوا للقسم اللي موجود فيه كل المعلومات عنها، وهناك بيلاقوا الخبر اللي بيتكلم عن اختراع الآلة دي. ولما بيشغلوا شريط الفيديو اللي كان موجود في الأرشيف بيشوفوا تسجيل للمستشار العسكري وهو بيتكلم مع الشعب عن الآلة الجديدة، واللي بيقول لهم إنهم بقوا في عصر التكنولوجيا، وإن الآلة الجديدة دي هتقدر تصنع آلات تانية زيها بالظبط، وبكده يقدروا يحققوا ثورة تكنولوجية سريعة. ولكن بعد فترة الآلات اتطورت جدا وانقلبت ضد البشر، وساعتها قامت الحرب بين البشر والآلات اللي اخترعوها. وبيظهر بعدها المستشار العسكري من تاني وبيتهم المخترع اللي اخترع الآلة الجديدة، وبيقول إن هو السبب في إن الآلة تنقلب ضدهم. وبنعرف وقتها إن الحرب دمرت كل حاجة وأنهت على البشرية، وساعتها بيفهموا كلهم طبيعة الآلة دي. وفي الوقت ده بيقول لهم 9 إن اللي شغل الآلة دي هو جهاز الطاقة، وإن الجهاز ده مرسوم عليه رسومات غريبة مترابطة، وإن أكيد بتكون نتيجتها مختلفة لو اتركبت بالترتيب السليم. ولما بيجي 9 بيسأل التوأم العلمي عن الجهاز ده ما بيكونش حد فيهم عارف أي حاجة عنه، فبيرسموا 9 على الحيطة علشان يوريهم شكله. وساعتها بيتدخل 5 وبيقول له إن 6 كان طول الوقت بيرسم الشكل ده، وإن محدش فيهم كان فاهم هو بيرسمه ليه، وعلشان كده قرر القائد إنه يعزله في مكان لوحده بعيد عن كل النماذج. فبيقول له 9 إنه لازم يشوف الرسومات دي بسرعة. فبيرد عليه 5 وبيعرفوا إنهم كده لازم يرجعوا المخبأ، ولكن وقتها بتقاطعهم 7 وبتقول لهم إنها مش هترجع معاهم. فبيرجعوا 5 و9 لوحدهم للمخبأ، وهناك بيفضلوا يدوروا على الرسومات لحد ما بيلاقوها. ولكن فجأة بيشوفهم 8 وبيقبض عليهم، وبيروح بعدها بيسلمهم للقائد، واللي بمجرد ما بيحكوا له عن اللي حصل بيتعصب جدا وبيفضل يزعق فيهم، وبيقول لهم إن باللي هم عملوه ده عرضوا حياتهم كلهم للخطر. وساعتها بيروح 9 للقائد وبيسأله عن السبب اللي خلاه يبعت طول الاستطلاع. فبيرتبك القائد وبيقول لهم إنه بعت طول البحث والدراسة، ولكن 9 ما بيصدقهوش وبيقول له إنه لازم يصارحهم بكل حاجة. ولكن فجأة بيجي 6 وبيقاطع كلامهم وبيوريهم رسمة من رسوماته، وبيقول لهم إن هو ده المصدر وإنهم لازم يدوروا عليه لأنه هو السبب في كل حاجة. فبياخد 9 الرسمة وبيقول للقائد إن ده هو جهاز الطاقة اللي شغل الآلة، وإنهم لازم يعرفوا عنه كل حاجة. ولما بيجي 9 يسأل 6 عن المعلومات اللي يعرفها عن الجهاز
التنفيذ بيقاطعهم القائد وبيقول لهم انه مش هيسمح لاي حد انه يعرض حياه النماذج للخطر، وبيطلب القائد من 8 انه يسحب اسلحتهم كلها. وفعلا بيبدا 8 يهاجمهم وبياخد منهم كل الاسلحه اللي معاهم. فبيقوم 9 من تاني وبيقول للقائد انه جبان وانهم مش هيستسلموا ليه ولا هيسمعوا كلامه تاني. فبيتعصب 8 وبيروح ناحيه 9 علشان يضربه، ولكن القائد بيوقفه وبيقول ل 9 انه طول الفتره اللي فاتت كان بيحاول حمايه النماذج. وقبل ما القائد يكمل كلامه بيظهر فجاه طائر غريب وبيكسر الشباك وبيدخل جوه المخبأ علشان يهجم عليهم. فبيترعبوا كلهم وبيحاولوا يهربوا منه، وساعتها بيحاول 8 انه يهاجم الطائر، ولكن للاسف بيضربوا الطائر باجنحته وبيوقعوه على الارض. فبيروح القائد بسرعه وبيفتح لهم المخبأ السري علشان يهربوا منه، ولما بيحاولوا يستخدموا الاسانسير في النزول بيقطع الطائر الحبل وبيقع كل واحد منهم في اتجاه، وبيفضل الطائر متابع القائد هو و8 علشان يمسكهم. ولكن وقتها بيقدر 8 انه يرمي السيف بتاعه عليه وبيوقعه. وفي الوقت ده بيروح 9 ينقذ القائد وبيروحوا 5 و6 ينقذوا 8. وفجأة بيظهر الطائر من تاني وبيجهز السهم بتاعه علشان يصوبه على 8، ولكن 9 بيطلع مراية وبيعكس ضوء الشمس على عين الطائر وبيخليه يخطئ الهدف. وبيقدر 9 انه ينقذ 8 اللي بيتعلق في الحبل وبينزل على الارض بسلام. وساعتها بيرجع الطائر يطارد القائد و9، ولكن القائد بياخد 9 وبينطوا من على الجسر. وفجأة بيلحقهم 8 قبل ما يقع على الارض، ولكن الطائر ما بيستسلمش وبيرجع يطاردهم. وفجأة بتظهر 7 من تاني وبتبدأ تهاجم الطائر، واللي بيضربها وبيوقعها هي كمان على الارض. وبعد معركة عنيفة بيقدر 9 انه ينقذهم قبل ما يقعوا من على الجسر. وبعد ما بيخرجوا كلهم من المعركة دي بيكتشفوا ان الطائر حرق المخبأ بتاعهم، فبيضطروا انهم يدوروا على مكان آمن تاني علشان يستخبوا فيه. ومن ناحية تانية بنشوف الآلة وهي لسه شغالة في تطوير نفسها، واللي بتاخد جثة 2 علشان تزود بيها طاقتها. وبنروح بعدها لمجموعة النماذج اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للمكتبة القديمة، وهناك بيبدأ 5 يعالج الإصابة بتاعت 7. وفي الوقت ده بيقول لهم 9 ان الموضوع لسه مخلصش، وان اكيد الآلة هتبعت وحش تاني علشان يطاردهم. فبيطلب القائد من 8 انه يتولى حراسة المكان، وبيروح هو يدور على مخبأ تاني علشان يستخبوا فيه. وساعتها بيقولوا التوأم العلمي ل 9 انهم عرفوا معلومات اكتر عن مصدر الطاقة، وفعلا بيطلعوا من الكتاب معلومات عن مخترع الآلة، واللي بيشوفوه وهو ماسك جهاز غريب وبينقل بيه الطاقة من عينه لواحد منهم. وساعتها بيتدخل 6 وبيقول لهم ان السر موجود جوه الأوضة القديمة بتاعة المخترع، وبيطلب من 9 انه يرجع للأوضة دي مرة تانية، وبيأكد له ان لما هيروح هناك هيفهم كل حاجة. وساعتها بيدخل القائد عليهم وبيقول لهم ان المعلومات دي مش هتجيب لهم غير المشاكل. وبيفضل القائد يعاتب 9 لان هو اللي عرضهم للخطر، وبيقول له انه جريء زي دو بالظبط، وان ده كان هو السبب في موته. فبيتجمعوا كلهم على القائد وبيسألوه اذا كان هو اللي بعت طول الشارع. فبيعترف لهم القائد انه فعلا هو اللي بعته، وده لانه كان بيعمل مشاكل كتير بأسئلته، وانه كان لازم يضحي بيه علشان ينقذ باقي النماذج. فبتتضايق 7 جدا وبتهجم على القائد وبتقول له انه هو السبب في قتل 2، ولكنهم بيوقفوها وبيبعدوها عنه قبل ما تقتله. فبتحزن 7 جدا وبتسيبهم وبتمشي. وساعتها بيقول القائد ل 9 ان اللي هو بيعمله ده هيكون السبب في موتهم كلهم، ولكن 9 ما بيهتمش بكلامه، وبيقول انهم لازم يرجعوا لأوضة المخترع القديمة علشان يكتشفوا السر. وفي الوقت ده بنشوف 8 وهو بيحرس المكان، واللي بمجرد ما بيحس بحركة حواليه بيقوم يدور في المكان علشان يشوف فيه ايه. وفجأة بيظهر وحش على شكل 2 واللي بيخرج أشعة قوية وبيأثر عليه. وبعد شوية بنشوف القائد وهو بيحاول يقنع نفسه ان اللي هو عمله ده كان الصح، ولكن فجأة بيظهر له الوحش ده هو كمان. وبنعرف ان هي دي الطريقة اللي ابتكرتها الآلة، وهي انها تستخدم جثة 2 في التأثير على باقي النماذج. وفعلا بيخرج الوحش نفس الأشعة على القائد وبيسيطر عليه. ولما بيشوف 9 هو وباقي النماذج اللي حصل بيجروا بسرعة علشان يلحقوا القائد. وأول ما بيوصلوا 5 و9 للوحش بيحاول انه يسيطر عليهم هم كمان، ولكن 9 بيفهم الموضوع وبيطلب من 5 انه ما يبصش في عينه. وفي الوقت ده بترجع 7 من تاني وبتبدأ تهاجم الوحش وبتخلص جثة 2 منه. وبيروح بعدها 9 يفك القائد وبينقذه، ولكن للأسف بيقدر الوحش انه يخطف 7 وبيهرب بيها هي و8. فبيحاول 9 انه يجري وراه علشان ينقذهم، ولكنه للأسف ما بيقدرش يوصل لهم. ولما بيفوق القائد بيلاقي قدامه جثة 2، فبيتخض جدا وبيسألهم عن اللي حصل. فبيقول له 9 ان الآلة بعتت وحش غريب قدر انه يخطف 7 و8. وبيقول 9 للقائد انهم لازم يتعاونوا كلهم ويلحقوهم، ولكن وقتها بيشاور له القائد على جثة 2 وبيقول له ان دي كانت نتيجة آخر عمل بطولي، وانهم لازم يبعدوا عن الآلة ويعتبروا كل اللي اتخطفوا في تعداد الموتى. فبيحزن 9 وبيقول له انه مش هيسمح لحد تاني يحصل له زي ما حصل ل2، وعشان كده هو هيروح ينقذهم مهما حصل. وفعلا بينطلقوا كلهم علشان يلحقوا 7 و8. ولما بيوصلوا بيقول لهم 9 انه هيدخل ينقذهم لوحده، وبيطلب منهم يستنوه بره. وبيفهم 5 انه لو اتأخر عليهم يبقى الوحش قتله، وبيطلب منه يفجر المكان كله. وبالرغم من ان 5 بيكون خايف على 9 الا انه بيوافق على الخطة، وبيطلب من باقي النماذج انهم
يجهزوا برميل البنزين اللي هيفجروا بيه المكان. وفعلا بيدخل 9 للمكان وبيستخبى من الوحش، واللي بيشوفه وهو ماسك ايتو بيسحب منه كل الطاقة وبيموته زي تو. فبيحزن 9 جدا على ايتو وبيبدأ في تنفيذ خطته. وبمجرد ما بيشوف الوحش ماسك 7 علشان يسحب طاقتها بيشتت 9 انتباهه وبيربط ديله في التروس اللي بتدور وبتسحب الوحش وبتدمره تماما. وفعلا بيقدر 9 انه ينقذ 7 على اخر لحظة. وفي الوقت ده بيكون 5 واللي معاه قدروا انهم يجهزوا برميل البنزين، ولكنهم فجأة بيلاقوا الطائر وهو بيقرب منهم. فبيحاول 5 انه يوقعه بالسهم ولكنه ما بيعرفش. وبعد معركة طويلة بيقرر القائد انه يساعدهم وبيقدر انه ينقذهم وبيوقع الطائر على الارض. وبيظهر وقتها ان الآلة شايفة كل اللي حصل وبتقرر انها تخلص عليهم كلهم، وبتخرج كل الآلات اللي صنعتها علشان تهاجمهم. وبمجرد ما بيخرجوا 7 و9 من المكان بيولع 5 النار في برميل البنزين وبيفجروا المكان بالكامل. وساعتها بيفضلوا كلهم يجروا لحد ما بيوصلوا المكان آمن، وهناك بيفرحوا جدا لانهم قدروا يتخلصوا من الوحش. وفي الوقت ده بيكتشف 5 ان الآلة لسه عايشة وبتقرب منهم، ولما بيجي يجري علشان يحذرهم بتمسكوا الآلة وبتسحب كل الطاقة اللي فيه لحد ما بيموت هو كمان. وساعتها بيلاحظ 6 حاجة غريبة، وهي ان الطاقة اللي الآلة بتسحبها من الشخص اللي بتموته بتفضل موجودة جواها، وعلشان كده بيطلب منهم 6 انهم ما يدمروش الآلة، وده علشان ارواح اصدقائهم اللي لسه محبوسة جواها. فبيجروا كلهم على الجسر علشان يهربوا منها، ولكن للأسف بتقدر الآلة انها تمسك 6 وبتسحب الطاقة بتاعته هو كمان. واللي قبل ما يموت بيقول ل9 انهم لازم يرجعوا للأوضة ويدوروا فيها على السر، وهناك هيعرفوا الطريقة اللي هيقدروا ينقذوا حياتهم بيها. وساعتها بيقول القائد انهم لازم يدمروا الآلة دي، ولكن 9 بيوقفوا وبيقول لهم انهم لازم يستنوا لحد ما يروحوا للأوضة وهناك هيعرفوا السر اللي ورا الآلة. وفعلا بيمشي 9 وبيقدر انه يوصل للأوضة، وهناك بيلاقي رسومات كتير جدا لأجزاء الآلة، وكمان بيلاقي صندوق صغير، ولما بيفتحه بيلاقي شريط فيديو واللي بيكون عليه رسالة من المخترع لآخر نموذج اخترعه واللي بيكون هو 9. وبيقول المخترع في الرسالة ان هو اخترع الآلة دي علشان تسهل عليهم حياتهم، ولكن وقتها أصر المستشار العسكري وانه يستخدم الآلة في عمل آلات مختلفة وانه غير فيها علشان يستخدمها في الحروب. وساعتها قرر المخترع انه يصنع كائنات تانية بطريقة مبتكرة، وهي انه يصنعهم من طاقته الشخصية علشان يكون عندهم روح زي البشر. وفعلا بدأ المخترع يصنعهم واحد ورا التاني وبيفضل يديهم من طاقته لحد ما مات. وفي نهاية الفيديو بيقول المخترع ل9 ان الحل الوحيد في جهاز الطاقة، وبيفهموا الطريقة اللي المفروض يرتب بيها الرموز اللي عليه علشان ينقذ العالم. وبينتهي الفيديو على كده، وساعتها بيفهم 9 كل حاجة وبيجري بسرعة على باقي النماذج علشان يلحقهم قبل ما يموتوا او حتى يدمروا الآلة. وفعلا بيوصل لهم 9 وبيوقفهم على آخر لحظة وبيقول لهم انه فهم السر وانهم لازم يستنوا، ولكن القائد بيكمل هجومه على الآلة وبيقول له انه لازم يدمرها قبل ما تموت نماذج تانية. فبيطلب 9 من 7 انها تشتت الآلة لحد ما يقدر هو يسحب جهاز الطاقة اللي محطوط فيها، ولكن 7 بترفض وبتحاول تمنعه وبتعرفه انه لو قرب منها هتخلص عليه. ولكن 9 ما بيسمعش كلامها وبيخاطر بحياته وبيقرب من الآلة، واللي قبل ما تخلص عليه بيجري القائد بسرعة وبيبعد 9 وبيضحي بنفسه مكانه وبيخليها تسحب طاقته هو. وفي الوقت ده بيقدر 9 انه يسحب جهاز الطاقة من الآلة فبتتدمر الآلة تماما. وساعتها بياخد 9 جهاز الطاقة وبيرتب الرموز اللي عليها علشان يسحب أرواح أصدقائه، وفعلا بيقدر 9 انه يسحبهم منها. فبتفرح 7 وبتقول ل9 انه كده نجح في المهمة، ولكن 9 بيقول لها ان لسه فاضل جزء منهم. وبيروح 9 لمكان بعيد وبينصب أعمدة لأصدقائه ال5 اللي ماتوا، وبيرتب 9 الرموز من تاني. وفجأة بينور الجهاز وبتخرج منه أرواح أصدقائه 2 و5 و6 و8 اللي بيودعوهم، ومن بعدهم بتخرج روح قائد النماذج اللي بيروح يودع 9 وبيحييه على شجاعته وبيشكره على اللي هو عمله علشانهم. وبعدها بتطير كل الأرواح وبتختفي وبترجع السما تمطر من تاني، وبكده بترجع الحياة على الأرض. وفعلا بيعيشوا 9 و7 والتوأم العلمي مع بعض بعد ما قدروا أخيرا إنهم يتحدوا وينقذوا العالم من الخطر. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.